تأثير ضعف السمع على الأطفال والدراسة. تخيل كده ابنك قاعد في الفصل والمدرس بتاعه بيشرح، لكن مع الأسف ابنك ولا فاهم أي حاجة. وهنا التقييم بيكون إن ابنك مستواه ضعيف أو مهمل في دراسته. لكن هنا في حقيقة لازم كلنا ناخد بالنا منها، وهي إن ابنك أصلاً مش سامع كويس، لأن ضعف السمع عند الأطفال بيأثر مباشرة على مستواهم الدراسي. وهنا ابنك مش بيقدر يلقط كل كلمة بيقولها المدرس في الفصل، ومن هنا أكيد بتضيع نص المعلومة. ومن هنا بقى بيبتدي يزهق من المدرسة وينفر منها ويبعد عن زمايله. والمدرس كمان بيقيم ابنك انه مش شاطر. وهنا بيجي دورك، ازاي تقدر توصل لحلول سريعه؟ اول حاجه، لو لقيت ابنك بيطلب الاعاده كتير او عاوز يفهم اكتر، ما تلوموش وساعده في ده. هل هو بيرجع البيت واخد معلومه كامله ولا يدوب بس نص المعلومه؟ تالت حاجه بقى، دورك انك تتابع المدرس، فهل ابنك متابع معاه ولا بيسرح منه؟ لأن دور المدرس هنا مهم جدا، لأنه شايف ابنك وسط أصحابه اللي حواليه. رابع حاجة بقى ودي الأهم، ما تأخرش أبدا الفحص على ابنك، وكل ما بدأت بدري كل ما ابنك هيلحق زمايله في الفصل إنه يكون على نفس المستوى. في الصفوة للسماعات الطبية خبرة أكتر من 25 سنة، بنوفر لك فحوصات دقيقة واستشارات للأهل علشان يطمنوا على أولادهم، ومن هنا هيعيش حياته الطبيعية وسط أصحابه من غير أي عقد ولا أي تأخر دراسي. التدخل هنا مش رفاهية، ده إنقاذ لمستقبله الدراسي والاجتماعي. ولأن التأخر الدراسي مش دايما سببه الكسل أو الإهمال، إنما السبب الحقيقي هو ضعف السمع. فلو انت شايف ان ابنك بيعاني، ما تستناش، استنونا بقى في الحلقة الجاية علشان هنتكلم في التنمر اللي بيعاني منه أطفالنا ضعاف السمع.